أحباب قلبي، عنود نسوي أطيب قلية سيل دجاج يخبل على الطريقة التركية. شوفوا الخطوات وركزوا وياها وألف عافية عليكم. قلبي بهاي الطاوة دا نسوي ليا نقليها تذبل تذوب تنطي رائحة تخبل. هنا دا نحمص البصل، ورا ما يتحمص البصل يتكرمل شوية نضيف الفلفل فوقه على مو شنو يتحمص أكثر. وهنا ورا ما تذوب الليا راح نضيف صدر دجاج وشوية زيت على مود يعادلها بالكمية اللي يتقلى بيها صدر دجاج. أنا روائح أحبائي بدأت تفرفح. هنا ضفت ورقة غار بسيطة، إذا أكو زفرة ولو قليلا تشيلها همينة. روائح فشي خرافي. هنا ضفنا الفلفل، إذا عندكم لون أحمر فلفل شو يسموه فلفل رومي خلوه، راح ينطي لون وشكل وطعم فشي خرافي. نقلب بيها كل شوية زي ما شفتوها بأنه تقلت، وبعدها مباشرة تضيفون الطماطم. اوكي، يتغير لون الصدر دجاج شوية شوية ويطعم باللية. عندنا مكعب ماجي بسيط راح نضيفه بهاي الاثناء. احنا ضايفين ملح. اوكي، هاي طفيناها لين كملت. بس شفناه استوى زين صدر دجاج ذب هذا اللون الاحمر كله تغير صار ابيض، نضيف الماجي ونضيف الطماطة تتقلى. هنا ضفنا شوية زيت على حافة على مود الطماطة تتقلى بيها. بهاي الاثناء احنا ضفنا طماطة راح نخليها تتقلى تذبل. بالجهة الثانية عندنا هم صدر دجاج راح نقلبه كل شوية والطماطة نفس الحالة. بعدين نغبطهم ونضيف الفلفل والبصل اللي استوان، وبالاخير نشيل الورق غار. اوكي، الخطوة الجاية راح نضيف ان شاء الله دبس رمان وكاتشب. بهاي الاثناء احنا ضفنا فلفل اسود، فلفل احمر خشن اللي هو الحار، ونضيف شرايح مال ليمون. اذا باقي زفارة قليلة كلش راح تروح همينه وتنطيه طعم حموضة يخبل، لان الدجاج يعشق الحامض. هاي معلومة سجلوها عندكم ان شاء الله. هاي الاثناء احبابي احنا ضفنا معجون وراح نضبطه يتحمص كل زين يتقلى، ونضيف الدبس رمان والكاتشب. كاتشب حاليا انا ما عندي، راح استخدم دبس رمان ينطيها طعم حلاوة. وعندنا حموضة ليمون، وعندنا معجون، وعندنا بهارات، وعندنا ماجي، فشي خرافي يطلع الميكس. حبيب هاي الاثناء تحمص المعجون وضفنا البصل والفلفل الرومي اللي سويناه اول بداية. تقدرون تضيفون فلفل رومي احمر، واخر شي راح نضيف الدبس رمان والكاتشب. والف الف عافية لعيونكم قلبي. وهاي اللمسات الاخيرة راح نضيف دبس رمان ويطلع الاكلة خرافية تخبل. هاي على الطريقة التركية، والف الف عافية اخواني. وهاي النتيجة النهائية، فشي خرافي ويخبل. والف